السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباء وأعزائي محبي ومتابعي عالم الفلك والأبراج والأرقام، تحية طيبة مني لكم. ليلة القدر تحمل مفاجآت مذهلة لثلاث أبراج تغرق في شهاير الفلوس وتحقق أحلامها نهاية رمضان مع خبيرة الأبراج كارمن شماس. كلنا عارفين إن ليلة القدر هي ليلة روحانية خير من 1000 شهر، يعني كلها خير وكلها بركة، وكلنا بنتضرع إلى الله بالدعاء في هذه الليلة. تعال نشوف مع بعض ايه هما الثلاث أبراج هتكون سعيدة الحظ. أول برج معانا هيكون برج الثور. يشهد مواليد برج الثور فترة من الازدهار المالي الغير متوقع، حيث يحصلون على مكاسب مالية كبيرة من مصادر غير متوقعة. قد تكون المكاسب على شكل ميراث أو استثمارات ناجحة أو ترقية في العمل، كما أنهم سيحققون بعض أحلامهم المؤجلة، خاصة تلك المتعلقة بالاستقرار المالي والعائلي. تاني برج معانا برج الأسد. يستمتع برج الأسد بحظ وفير في ليلة القدر، حيث يحققون نجاحات كبيرة في مشاريعهم وأعمالهم. قد يحصلون على فرص عمل جديدة أو عروض شراكة مربحة، كما أنهم سيحققون بعض أحلامهم المتعلقة بالشهرة والتقدير، وقد يحصلون على اعتراف بإنجازاتهم من قبل الآخرين. تالت برج معانا برج الحوت. يحقق برج الحوت أحلامهم المتعلقة بالعلاقات العاطفية والاجتماعية. قد يلتقون بشريك الحياة المناسب أو يعززون علاقتهم القائمة، كما أنهم سيحصلون على دعم ومساندة من المقربين منهم، مما يساعدهم على تحقيق أحلامهم وأهدافهم. هو ده كان كل توقعات عالمة الأبراج كارمن شماس لهذه الأبراج الثلاثة في الليلة المباركة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.